السلام عليكم. اليوم جيتكم طرش الخيار. هاي جبنا خياراتنا وهذا الكرفس والثوم. ثرمته محضرة الطعام، وراح نسوي مخلل الخيار. طريقة سهلة وبسيطة. هاي جبنا الجدرية مالتنا وخليت بيها بطل مالت خل، راح افوره وهنا راح احشي خياراتي. هسه راح اشرحها بالطول. هاي الخيارة راح اشرحها بالطول حتى احشيها بالحشوة مالت الكرفس والثوم، وخليت الخل يفور على النار بأسهل طريقة. ولا تنسون اللايك من يديكم الحلوة، خلوا لي اللايك واشتركوا بقناتي. هاي بعد ما خلصت الخيار لقيت الخل يفور، خليت الخيارات بداخل الخل. حتى تشبع الخيارة بالخل، وراح يتغير حتى لونها. شوفوا بعد ما فار هاي خياراتي، شوفوا شلون بداخلها داخل الخل، لأن شرحتها شرحة بالوسطة. أطلعهن أخليهن يبردين وإنه بحشيهن. طريقة سهلة وبيتك تسوينها ونظيفة. هسه عندك المخلل بالسوق متعرض للتراب، للناس الرايحة والجاية. شوفي بعد ما اذب عليه خلي عليه ماي بارد حتى يبرد، خليتهم بالمصفى. وهسه احشيهن وحده وحده، احشيهم بالثوم والكرفس. شوفوا قد حلوات محشيات. انه بجيبهن واسطرهن بالسطل مالتي. طريقة سهلة ونظيفة وما تاخذ منك وقت. تقدرين يوميا تسوين، اليوم تسوينها وباكر تاكلينه. وما نستغنى عن المخلل والطرشي. هاي بعد ما سطرتهم بالسطل، هذا اللي عندي زايد الكرفس والثوم، خلي ارشه فوقها. وانه بجيب الخل وادير عليها. خلي على الخل ملح هيك تقريبا خاشوقتين، وخاشوقة على الخيار. وجبت الخل ودرته على السطل مالت الخيار المخلل، وباكر تاكلين اطيب مخلل نظيف وسهل وبسيط. لا تنسوني باللايك، كل واحد يشاهد اريد من عنده لايك، واشتركوا بقناتي حتى توصل أكبر.